حقيقي معلقة السمنة على اللبن المغلي بتفرق جدا في وصفتنا النهاردة، بتغيرها تماما. بتاخدي منها احلى لون واحلى قوام وبتاخدي منها ارتفاع حلو قوي. وصفتنا النهارده وصفة حلوة جدا جدا وبنعملها كل يوم. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو كتير علشان الكل يستفيد. فيديو النهارده حلو جدا. هتجيبي الخلاط بتاعك، هنبدا ننزل فيه بثلاث بيضات درجه حراره المطبخ، يعني نبقى مطلعهم من الثلاجه قبلها بنص ساعه. هنزل عليهم طبعا برشه من الفانيليا، وهنزل بكوبايه من السكر، وهنزل عليهم كمان نص كوبايه من الزيت. طبعا الزيت يكون زيت نوع كويس ملوش ريحه وملوش طعم علشان تاخدي الوصفه تطلع معاكي كويس. الخطوه دي اضافيه، انا ضفت معلقتين جوز هند، مش حابه تضيفيهم استغني عنهم تماما مفيش اي مشكله. وعصره ليمون عندي مهمه جدا، اولا علشان الزفاره وعشان لون الكيك يطلع معايا حلو، ومعلقه صغيره من الخل. المكونات دي كلها هضربها حلو جدا في الخلاط لغايه ما يبقى لونها فاتح معايا. هاجي بقى في البوله بتاعتي هنزل بكوبايتين من الدقيق، عليهم باكت كامل من البيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح، واديهم تقليبه بالشكل ده. واجيب بقى الخليط بتاعي بعد ما ضربته حلو جدا لغايه لما يبقى لونه فاتح بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنزل بالخليط بتاعي ده على الدقيق، هبدا اخلطه حلو قوي. هيبدا يعمل معايا عجينه تقيله، ما تقلقيش خالص، احنا لسه مكملين مع بعض. بالشكل ده كده هيبدا طبعا لانه ما فيهوش سوائل، انا لسه ما ضفتش السوائل بتاعتي، فدلوقتي العجينه هتلاقيها تقيله زي ما انت شايفه كده. هركن بقى ده كله كده على جنب، وهجيب عندي كوبايه وربع من اللبن المغلي، لازم اكون غلياه يعني انا لسه رافعاه من على النار، وهنزل عليهم بمعلقه حلوه كده من السمنه، ويا سلام بقى لو سمن بلدي. هديله تقليبه كده حلوه لغايه لما السمنه تدوب معايا في اللبن، هتدوب طبعا بسهوله لان اللبن مغلي. هاخد بقى المكونات دي كلها وهنزل بيها على الخليط بتاعي اللي هو اللبن المغلي مع معلقه كبيره من السمن البلدي. انا ضفت كوبايه وربع من اللبن المغلي، لو عايزين المقادير اكتبوني تحت الفيديو وانا هسيب لكم المقادير. بخلطها ما تقلقيش خالص، بتتقلب معاكي بمنتهى السهوله، والقوام بيبقى بالشكل ده ومقداره مظبوط 10/10. شايفه لون اصلا الكيك يعني لونه تحفه، قوامه ممتاز، الريحه بتاعته مش قادره اوصفلك. طبعا يعني مش عايزه اقولك، انا دقتها كمان من ريحتها شدتني ان انا ادوق العجينه، طعمها تحفه. معرفش مين زي بقى بيحب يدوق العجينه بتاعت الكيك كده وهي بتتعمل. جبت بقى صينيه مقاس 28، دهنتها بالسمنه ورشه دقيق، ونزلت بالكيك بتاعي دخلته فرن على درجه حراره 180، اخد معايا من 40 ل 45 دقيقه. طالعه معايا تجنن، انا وهي في الفرن انا كنت مرعوبه انها العجينه تنزل من الصينيه، لانها بسم الله ما شاء الله ارتفعت معايا قوي. فتقدري تحطيها في صينيه اكبر من كده لو انت عايزه، يعني تقدري تحطيها في صينيه مقاس اكبر، مقاس 30 او 32. بعد ما بردت بقى وهي دافيه، كانت لسه دافيه معايا، بس بقى عايزين ناكل منها هنعمل ايه، فلازم اقطعها بقى. جيت قطعتها بالشكل ده كده. مش قادره اوصف لك حلاوه الكيك ده، فعلا الحليب المغلي مع معلقه السمنه لما ضفتهم على الكيكه فرقت معايا جدا. اولا بتترفع معاكي قوي في الفرن، ثانيا بتطلع هشه وخفيفه جدا، مساماتها حلوه قوي، لونها فاتح جدا. الطعم بقى ده في حته تانية خالص، من اروع الكيكات اللي ممكن تجربيها. انا بعمل كيكات كتيره، ويمكن انا متميزه في موضوع الكيكات ده، بعمل كيكات الحمد لله بفضل الله كويسه. بس من الكيكات دي من نوع الكيكات الحلوه قوي القريبه لقلبي اللي انا بحب اعملها، حلوه وبتطلع معاكي نتيجتها زي الفل. جربيها تعجبك جدا. يعني شوفي الكيك لما بفتحها حتى من جوه تحفه، مع انها كانت لسه دافيه يعني ما بردتش قوي، هشه جدا جدا. جربيها تعجبك. مستنيه رايك في التعليقات، وما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.